في كذا نقطة محتاج تركز عليها لو انت عايز تبني البراند بتاعتك على النت. اول سؤال محتاج تسأله لنفسك، ايه اللي انت عايز توصل له؟ لما تبني بيرسونال براند ويبقى عندك محتوى، احيانا بتعمل حاجات بتخليك ان انت تدخل في مسار ما بتبقاش عايز تكمل فيه فيما بعد، بمعنى ان انت بتزنق نفسك في حتة انت مش عايز تكمل فيها. وهنا بيتطلب الامر ان انت كل حاجة بتعملها بشكل مستمر في المحتوى بتاعك توصلك لان انت توصل للمسار اللي انت عايز تبقى عليه كمان 5 أو 10 سنين. على سبيل المثال، لو انت مثلا شخص ما بيحبش ان هو يشتغل مع الناس فيس تو فيس، فانت المفروض المحتوى بتاعك يكون بيحمس الناس انها تشترك معاك اونلاين، او مثلا ما بتشتريش منك كورسات بتتطلب منك ان انت تبقى موجود 1 تو 1. الحاجة التانية، محتاج ان انت تشوف حاجة مميزة هتقدمها تكون مختلفة عن كل الحاجات اللي بيقدمها الناس في نفس الاندستري او في نفس المحتوى بتاعك. فلو انت بتقدم مثلا محتوى على البيزنس وكانت معظم الناس مثلا بالتارجت انها تجيب فيوز كتيرة، فانت ممكن تلعب على حتة تانية، وهي ان انت مثلا بتقدم فاليو بس ما بتعملش تارجت لفيوز. ممكن تكون في ناس مثلا بتارجت انها تعمل فانسي ايديتنج او بتعمل تعديلات للفيديوهات بشكل احترافي. انت ممكن تاخد المسار اللي بيميزك وبيخلي الناس تعرف النمط بتاع المحتوى بتاعك بان انت تعمل فيديوهات مثلا ما فيهاش ايديتنج، فدي حاجه هتميزك، دي حاجه هتخلي الناس تفتكرك بيها، هتبقى انت معروف بالنقطه دي. فانت محتاج تلاقي الحاجه المميزه، لانك لو بتعمل كونتنت زي كل الناس ففي الاغلب مش هتشوف نتيجه استثنائيه. عايز توصل لنقطة ان لو الخوارزميات اتغيرت والقواعد بتاعت اليوتيوب اتغيرت، الناس تدخل وتدور عليك بالاسم.